خبر كالصاعقة نزل على المعجبين ديال سعد المجرد، حيث قضت المحكمة الفرنسية اليوم الجمعة بالسجن 6 سنوات في حق المغني المغربي سعد المجرد على خلفية القضية التي تعود فصولها إلى سنة 2016، ويتهم فيها بالاعتداء على شابة فرنسية داخل غرفة فندق على هامش حفلة له في العاصمة باريس. وقالت صحفية في إذاعة فرنسا الدولية إنه حصل اقتناع تام لدى المحكمة وهيئة المحلفين بالتهم المنسوبة إلى سعد المجرد. وبعد 7 ساعات من المداولات قالت المحكمة أنها مقتنعة بحصول الواقعة التي وصفتها بشكل ثابت ودقيق المدعية المدنية في قضية لورا بوريل، وصدر أمر بالحبس، مما يعني أن سعد المجرد سيودع السجن على الفور وأمامه 10 أيام لاستئناف الحكم، إضافة إلى سجن 6 سنوات. فحكم عليه بغرامة قدرها 375 ألف يورو ومنعه من دخول فرنسا 5 سنوات. وقال المدعي العام جون كريستوفر مولين في نهاية مرافعته: سعد مذنب بارتكاب أعمال لا تقال، مطالبا أيضا بحظر دخوله إلى فرنسا ل5 سنوات بعد قضاء عقوبته، حسب ما نقلته وكالة فرانس بريس. والشرطة تضع القيود في يد الفنان المغربي سعد مجرد وتنقله إلى خارج المحكمة بعد الحكم عليه بالسجن 6 سنوات. وفي مشهد مؤثر وسط المحكمة، المجرد يحضن زوجته غيتا ويعانقها بعد الحكم عليه بالسجن ل6 سنوات، وسيقضي اليوم أول ليلة له في السجن. وحسب ما نشره صحفي مغربي محمد الواموسي المتواجد بفرنسا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فإن المدة التي قضاها سعد المجرد في سجون فرنسا سيتم احتسابها، وعليه لن يتم سجنه وسيصبح بإمكانه العودة إلى المغرب فور دفع الغرامة. فهل سيتم حقا سجنه طول هذه دنيا باطمة تدعم سعد المجرد في محنته وتقول له الله يفك ضيقتك على خير، قلوبنا معك سعد، انت والزوجة ديالك المحبة الصادقة لك غيتا، الله يفك الأسر ديالك إن شاء الله، وتكون بيناتنا في المغرب إن شاء الله.